ممكن تكون الفترة الأخيرة سمعت عن متلازمة البطة، وحقيقة أنا فضلت أدور مين الشخص اللي لقى الربط ده. هل هي ليها مرجعية علمية؟ هل هي جايه بالمنطق؟ لقيت انه المنطق ممكن جدا يخليك تبقى مصدق ان انت عندك متلازمة البطة. لا مش انت بس، انا وانت واغلبنا تقريبا. لانه لو العرف الدارج ان البط بيقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم وهات يا لعب، فهي دي الحقيقة فعلا. كلنا دون استثناء بنمارس الحياة من الصبح بالليل، وبنجري وبنعمل مليون نشاط، بيمر علينا احداث كتير واوقات صعبة، وبنجزم الغيظ وبنحاول جدا ما نعلاش في النرفزة، وفي ناس ما بتنجحش في ده. وهو ده بالظبط بقى حال البطة. لو دورت كده ورا رحلة البطة وهي عايمة على المية، هتلاقي ان هي تحت المية بتجدف بشكل هستيري حرفيا. يعني انت لو شفت فيديوهات لشكل حركتها تحت المية هتبقى مستغرب جدا كم الهدوء الغير طبيعي اللي هي ظاهرة بيه فوق المية. تبان لك رحلة ممتعة جدا وهي وراها سرب من البط الصغير كده ماشيين في منتهى السعادة. هو ده بالظبط قصتك شخصيا وقصتي وقصتنا كلنا، ان كلنا بنمارس الحياة واحنا عندنا بشكل او باخر متلازمة البطة. لو انت حاسس ان انت فعلا بتعاني من متلازمة البطة اللي هي اعراضها انك طول الوقت في حرب داخلية كده ما حدش يعرف عنها حاجة، ولكن ظاهريا باين عليك انك هادي، ممكن جدا تحط الايكون اللي هو بتاع البطة. هيبقى واضح جدا مين فينا مصاب بمتلازمة البطة.